المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها الإعلان الرسمي عن نتائج امتحان الشهادة الوطنية الثانوية للعام الدراسي 2023-2024، تقييم الخطة الخمسية لتطوير المرأة، مديرية عبد القياح تقيم نجاح أكثر من 88% من الطلاب. الأسد مستعد للقاء أردوغان لكن ليس دون قواعد. مناورات عسكرية مشتركة بين أرمينيا والولايات المتحدة. مصرع وإصابة 9 جنود إثر اندلاع مواجهات مع مسلحين في إقليم كشمير. أهلا بكم مشاهدينا. تم في 15 من يوليو الجاري الإعلان رسميا عن نتائج امتحان الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2023-2024، وبحسب النتائج بلغ إجمالي عدد الطلاب الناجحون في البكالوريوس والدبلوم 4699 طالبا، أي ما نسبته 25.2% من إجمالي عدد الممتحنين. وأوضحت الدكتور بسرات قبرو مدير مركز القياس والتقييم في المعهد الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية إرنا أن من بين 18,638 طالبا تقدموا للامتحان حصل 2,889 أي 15.5% على درجات تؤهلهم للبكالوريوس، فيما حصل 1,810 أي 9.7% على درجات تؤهلهم للدبلوم. وأضافت أن من بين هؤلاء 21.6% من طلاب المجال الأدبي و31.8% من طلاب المجال العلمي، في حين أن 24.1% من إجمالي الناجحين هم من الطالبات. الجدير بالذكر أن من بين 14,320 طالبا تقدموا لامتحان القبول الوطني لعام 2022-2023 نجح 22.2% في الحصول على درجة تؤهلهم للبكالوريوس و10.4% للدبلوم. أجري امتحان الشهادة الوطنية الثانوية للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 18 إلى 15 من مارس الماضي في 26 مركزا داخل البلاد، ومركزين في الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية. ومن بين الممتحنين كان 60% من طلاب مدرسة وارسا إيكالو والمدارس الفنية الذين كانوا يلتحقون بالتعليم الأكاديمي النظامي في ساوة، في حين كان 40% من أفراد قوات الدفاع والمؤسسات الأخرى. عقد اجتماع في أسمرة في 16 من يوليو الجاري لتقييم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية الشاملة للمرأة في الإقليم الأوسط. وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاء أسفا ميكيل في الاجتماع الذي حضرته اللجنة المكونة من على مستوى الإقليم وأقسام إدارة الإقليم والشركاء، قالت إن الحكومة تعمل على قضايا المرأة منذ فترة النضال التحرري، موضحة تنفيذ برامج محفزة لتمهيد الأرضية لاكتساب المرأة العلم والمعرفة وجعلها منتجة وتغيير حياتها المعيشية. وذكرت بأن جميع البرامج المخطط لها تتمحور حول المرأة، مضيفة أن الاتحاد الوطني للمرأة يعمل على زيادة إنتاجية المرأة كأولوية، ويعمل بوضع خطة استراتيجية كبرى لتنفيذها بشكل فعال. وقال رئيس اللجنة الإقليمية لتطوير المرأة العقيد قبرها النسوة الدقرقيس أنه تم عقد مؤتمر وطني ومنتدى في الفترة من 2018 إلى 2023 ركز على تنمية المرأة، ونتيجة لذلك تم القيام بأنشطة جادة لتأهيل المرأة والقضاء على الممارسات الضارة. من جانبها أوضح حاكم الإقليم الأوسط السيد فساء هيلي أن ضمان حقوق المرأة ومساواتها هي مسؤولية كل مواطن، داعيا لمواصلة البرنامج بقوة للنتائج الجيدة التي حققها. وتم في الاجتماع عرض تقرير عن الأعمال التي قامت بها اللجنة الوطنية لتطوير المرأة ومناقشته بشكل عميق. نجح أكثر من 88% من الطلاب الذين التحقوا بالصفوف من الأول إلى 11 في مديرية عبد القياح، وفقا لتقييم أجري في 10 و11 من يوليو الجاري. وفي التقرير الذي قدمته المدارس بحضور شركاء العمل تم التوضيح بأن 26 مدرسة سجلت معدل نجاح بلغ 95.1% في المرحلة الابتدائية، و83.1% في المرحلة المتوسطة، و75% في المرحلة الثانوية، من بين
15,637 طالبا مسجلين في تلك المدارس في العام الدراسي 2023-2024. وقال مدير التعليم في المديرية الأستاذ بينة تسفاي أنه يتعين القيام بالمزيد من العمل لتحسين نتائج التعليم وكفاءته. وبعد مناقشة التقرير والمشاكل التي واجهت العملية التعليمية، حدد المشاركون التحديات التي تؤثر سلبا على عملية التعليم والتعلم وحثوا على إيجاد الحلول لها. من جانبه حث مدير مديرية عدقية السيد هبتاي تسفازكي على بذل جهود متضافرة للتخفيف من المشاكل القائمة وتعزيز المزايا القائمة. في الوقت نفسه، في تقييم مماثل أجري في مديرية دبروا في 11 من يوليو، ذكر بأنه تم القيام بعمل فعال لضمان المساواة في التعليم وزيادة مشاركة الإناث وحل المشكلات التي يواجهها المعلمين. وقال مدير التعليم في المديرية الأستاذ زموي منجستاب أن معدل النجاح في المراحل الثلاث بلغ في المتوسط 84% من بين 26 ألف طالب مسجل في سبتمبر 2024. من جانبه أشاد مدير فرع التعليم بالإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزكي كيتاني بالدعم المقدم للمعلمين على المستوى المجتمعي، وحث المعلمين على تقديم مساهماتهم بفعالية. وحث المشاركون بدورهم على الاهتمام بنقص المعلمين وقدم المباني المدرسية وقلة المقاعد الدراسية ونقص الكتب وضيق الفصول. أفاد فرع اتحاد المرأة في كل من إقليم عنسبة والجنوبي بأن مشاركة المرأة في برامج التنمية بشكل عام والحفاظ على المياه والتربة بشكل خاص أمر يستحق الثناء. وتم شرح دور المرأة في التنمية وضمان صحة المرأة والقضاء على الممارسات الضارة وتحسين سبل عيش المرأة وتطوير قدراتها المهنية وجوانب أخرى خلال التقييم الذي أجراه فرع إقليم عنسبة للمرأة في 9 و10 من يوليو الجاري. وحثت رئيسة الفرع السيدة آمنة حسن على العمل بجدية لمعالجة نقاط الضعف التي يتم تحديدها وزيادة دور الشركاء. واقترحت المشاركات خلق فرص عمل للنساء التي حصلن على تدريب مهني وإيجاد حلول للتأخير في تحصيل الدخل وإجراء التدريبات على نطاق واسع ومستمر. في الوقت نفسه نظمت في 9 من يوليو الجاري محاضرة صحية شاركت فيها القادمات من مختلف مديريات إقليم عنسبة ركزت على طرق الوقاية من الأمراض. في غضون ذلك عقد فرع المرأة بالإقليم الجنوبي اجتماع تقييمي نصف سنوي في 10 و11 من يوليو الجاري. وأوضحت رئيسة الفرع السيدة سناية تفورقي أنه تم القيام بعمل مشجع في تعزيز المنظمات ورفع وعي المرأة وتنظيم وتمكين الشابات ومكافحة الختان وزواج القاصرات وتعزيز القدرة المهنية للمرأة. وقالت أمتين نجوسي سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم أن المرأة الصحية والمنتجة هي العمود الفقري للبلاد، وأشارت إلى أن توضيح ومراقبة برامج المرأة أمر بالغ الأهمية للتنفيذ الفعال، مضيفة أنه ينبغي بذل الجهود لرفع مستوى وعي المرأة. وألقيت بهذه المناسبة محاضرات لتعزيز دور المرأة في السيطرة والوقاية من مرض الملاريا والذي يمكن أن يحدث مع أمطار الخريف. ينفذ أهالي مدينة أغردات برامج نظافة بيئية للوقاية من الأمراض المتنقلة بشكل عام ومرض الملاريا بشكل خاص. وقالت مسؤولة الصحة العامة ميكائيل لوكالة الأنباء الإريترية أن البرنامج الذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع الإدارة ومشاركة موظفي الحكومة والجيش الشعبي تركز على دفن البرك ونظافة خزانات المياه، وحثت العائلات على الحفاظ على نظافة محيطهم. وذكر السيد علي السناي المسؤول المراقب للملاريا أهمية البرنامج، داعيا مدراء الضواحي إلى لعب دور قيادي في فعالية البرنامج. في إطار جهود ضمان جودة السلع والخدمات الاستهلاكية المقدمة للمواطنين، تم حرق السلع الاستهلاكية منتهية الصلاحية التي تم العثور عليها خلال عملية تفتيش في مديرية هايكوتا. وأوضحت خبيرة الصحة العامة الشابة سارون اسملاش أنه قد تم التخلص من 5 كنتال من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بحضور السلطات المختصة. وأكد عضو وحدة القانون والنظام في مدينة هايكوتا السيد سلمون يماني القيام بأنشطة المراقبة المستمرة والتخلص من كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية منتهية الصلاحية من وقت لآخر.
واصل الدراج الإريتري عضو فريق انترمار شوانتي البلجيكي بنيام قرماي الريادة في المرحلة السادسة عشر من طواف فرنسا للدراجات رغم سقوطه في نهاية السباق. واصل ريادته نتيجة النقاط التي جمعها في المراحل السابقة. واجه الدراج بنيام السقوط وهو يسير بسرعة 63 كم في الساعة في آخر 1.3 كيلومتر حيث وقع الحادث. وقد فاز بالمرحلة السادسة عشر الدراج جاسبر فيليبسون وهو الثاني في النقاط بعد بنيام. وبنيام قرماي الذي حافظ على القميص الأخضر لمدة 12 مرحلة حقق 13 نقطة في سباق السرعة القصوى، بينما حصل منافسه فيليبسون على 17 نقطة. وبعد مضي 16 مرحلة من طواف فرنسا الدولي في نسخته 11 بعد 100 يحافظ بنيام قرماي على صدارة الترتيب العام على صعيد النقاط بعد أن وضع في رصيده الشخصي 376 نقطة، متقدما بفارق مريح عن منافسه فيليبسون الذي جمع 344 نقطة. ويرجح المحللون أن بنيام لن يواجه صعوبة في الاحتفاظ بالقميص الأخضر في المراحل المقبلة، على الرغم من عدم إحرازه أي نقاط بالمرحلة السادسة عشر بعد تعرضه لحادث سقوط على المضمار. وصرح الدراج العالمي بنيام قرماي في المؤتمر الصحفي بعد المرحلة السادسة عشر بأنه بخير وسيسعى في سبيل الحفاظ على تصدره للقميص الأخضر في المراحل المتبقية. ومن بين المراحل الخمس المتبقية من طواف فرنسا للدراجات 2024 هناك 4 مراحل لتسلق الجبال ستختبر جاهزية الدراجين، بينما المرحلة النهائية ستكون سباق الكيلومتر على المستوى الفردي. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. كشف الرئيس السوري بشار الأسد أنه مستعد للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إذا كان في ذلك مصلحة البلاد، لكنه اعتبر أن المشكلة ليست في اللقاء بحد ذاته إنما في مضمونه. وقال الأسد للصحفيين: إذا كان اللقاء يؤدي لنتائج أو إذا كان العناق أو العتاب يحقق مصلحة البلد فسأقوم به. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد كشف أن وزير خارجيته هاكان فيدان يجري الترتيبات من أجل لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، داعيا إلى تأييد هذه الدعوة التاريخية. وأوضح أن وزير الخارجية التركي يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، وبناء على ذلك سنتخذ الخطوات اللازمة إن شاء الله. كما أعلن أردوغان نهاية وشيكة للعملية التي ينفذها الجيش ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وسوريا. بدأت مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في أرمينيا حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، في دليل جديد على التقارب بين الغرب وبريفان التي هي على خلاف مع حليفتها روسيا. وأعلنت الوزارة أن هذه المناورات التي تشارك فيها وحدات من الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا والحرس الوطني في كانساس ستستمر حتى 24 من يوليو دون تحديد حجم القوات المشاركة. وكانت قد أكدت في وقت سابق أن هذه التدريبات باسم إيجل بارتنر 2024 ترمي للعمل على أهداف لتحقيق الاستقرار خلال مهام حفظ السلام الدولية وتبادل الممارسات الجيدة وتعزيز جهوزية الوحدات الأرمنية. وتتهم أرمينيا موسكو بأنها لا تدعمها في مواجهة أذربيجان التي استعادت بالقوة في خريف 2023 منطقة ناغورنو كاراباخ الأذربيجانية التي سيطر عليها الانفصاليون الأرمن خلال 3 عقود. أعلن مسؤولون هنود أن 4 جنود لقوا مصرعهم، فيما أصيب 5 آخرون على الأقل بجروح خطيرة إثر اندلاع مواجهات مع مسلحين في مقاطعة دودا بولاية جامو كشمير. ونقلت قناة NDTV الهندية أن المواجهات اندلعت عندما شنت قوات الجيش والشرطة الهندية عملية مشتركة في إحدى المناطق بمقاطعة دودا عقب ورود معلومات تفيد بوجود مسلحين بها، الأمر الذي أدى إلى وقوع تبادل لإطلاق النار بين الجانبين. وأوضح الجيش في بيان أنه نقل قوات إضافية للمنطقة مع استمرار العملية.
وتطالب كل من الهند وباكستان بإقليم كشمير في جبال الهيمالايا، وتحكم كل منهما جزءا منه، أو تحكم جزء منه، وتحمل الهند باكستان المسؤولية عن تدريب وتمويل ودفع المسلحين للجزء الذي تديره نيودلهي من كشمير عبر خط وقف إطلاق النار، وهو اتهام تنفيه باكستان. قال مسؤول من طالبان أن عاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة شرق أفغانستان أدت إلى وفاة 35 شخص على الأقل، وأصيب عدد كبير في أنحاء ولاية ننجهار، وفقا صديق الله قريشي مدير إدارة الإعلام والثقافة بالولاية. وقال قريشي أن من بين القتلى 5 أفراد من نفس الأسرة لقوا حتفهم عندما انهار سقف منزلهم في منطقة سرخوروت، وأصيب 4 أفراد آخرين من الأسرة. وأضاف أن هناك نساء وأطفال بين القتلى والجرحى، وأن العاصفة دمرت العديد من الممتلكات والمحاصيل في أجزاء مختلفة من الولاية. وذكر برنامج الأغذية العالمي في وقت سابق أن الأمطار الغزيرة في أفغانستان قتلت أكثر من 300 شخص ودمرت آلاف المنازل، معظمها في ولاية بغلان شمالي البلاد. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. الإعلان الرسمي عن نتائج امتحان الشهادة الوطنية الثانوية للعام الدراسي 2023-2024. تقييم الخطة الخمسية لتطوير المرأة. مديرية الدقيق تقيم نجاح أكثر من 88% من طلابها. الأسد مستعد للقاء أردوغان لكن ليس دون قواعد. مناورات عسكرية مشتركة بين أرمينيا والولايات المتحدة. مصرع وإصابة 9 جنود إثر اندلاع مواجهات مع مسلحين في كشمير. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.